القوامة في الإسلام اللي عند الراجل دي مش فرض رأي أو فرض سيطرة، ولا حتى أفضلية للراجل عن الست، بالعكس دي مسؤولية. القوامة دي في قول آخر اللي هي المركب اللي ليها رئيسين بتغرق. حلوة الصيغة دي. انت مش معايا في ان المركب اللي ليها رئيسين بتغرق؟ لازم بيكون في الاخر في حد بياخد قرار وبيتحمل مسؤوليته. يعني صاحب القرار النهائي ده هو اللي بيتحمل المسؤولية برضه في الاخر، هو اللي شايل الليلة. فدي مسؤولية محطوطة زيادة في عنق الراجل. ودي حاجة يعني انت نفسك كواحدة ست، انت مش يعني مش بتقولي جملة ليه هو انا مش ماشية مع راجل؟ ما هو عشان كده، عشان يبقى راجل لازم يكون عنده قوامة. المشكلة فين بقى؟ المشكلة بتحصل لما بتوصل عند حتتين. الحتة الأولانية بتاعت الورث، والحتة التانية اللي هي بتاعت يعني اللي هو تهذيب الزوج لزوجته. هتيجوا ساعة الميراث، حلو كده. حضرتك دلوقتي واحد ربنا توفاه وساب 15 جنيه وعنده ولد وبنت. هيجي الولد ياخد 10 جنيه والبنت هتاخد 5. تقول لي ليه؟ اقول لك والله علشان الولد هياخد 5 زي ما البنت اخدت، و5 عشان هو عنده القوامة عشان يصرف بيها ايه عليهم. حلو كده. هتروح قايل لي والله يا اسلام الواد بياخد ال10 جنيه ويطلع يجري. اقول لك طب وانا مالي؟ انا اعمل لك ايه؟ ما تربوا ابنكم. يعني ايه الواد هو اللي بايظ؟ انا اعمل لك ايه؟ نغير المنهج يعني عشان ابنكم بايظ؟ يوم الماتش بتاع مصر والأرجنتين رحت أنا وأصحابي نتفرج في ملعب كبير في نادي سبورتنج. فقبل الماتش قلنا ناكل بقى عشان نبقى إيه جاهزين للماتش. فرحنا جبنا بيتزا وقعدنا على البسين كده، كل واحد قاعد فاتح قدامه علبة البيتزا، تقولش فاتح لابتوب. وقاعدين على الأرض في وسط النادي كده عمالين نضرب بيتزا. تمام. ففي واحدة أم كده كان معاها ابنها. هو أصلا لابس مايو كده، فهو شكله في يعني في وقت تدريب. هو ابنها ده بقى هو خلص وقت التدريب. ابنها ده عارف في ناس كده بتطلب معاها ما تعرفش ليه، حتى في الشارع كده تلاقيه ماسك خط. عارف لما بيبقى السيراميك فيه خط كده، تلاقيه هو ماشي على الخط ده وعمال يعمل كده ما تفهمش ليه. متخيل نفسه لعيب اكروبات بقى، وابتدى يتوازن كمان، وهو مصر ان هو مهما حد جاء قدامه هو هيكمل على نفس الخط ده. فابنها ماسك خط البسين رايح جاي عليه، فاهم؟ هيقع بجد. هو اصلا الارض حوالين البسين مزحلقه فيها ميه، وهو حافي، والواد يعني على وشك ان هو يقع. وامه عماله تنادي عليه الاول، ها يا زفت، وابتدى صوتها يعلى. وبعدين راحت قايمه جايباه من قفاه وراحت رازعاه على الارض رزعه. انا نفسي كنت عايز اقوم اقول لها يا ولايه حرام عليك. تمام. ده عملته والله العظيم، ده حصل. ده عملته ام مع ابنها. وصدقني الست مهما كانت بتحب جوزها واخداه عن حب وتحدت العالم كله عشانه، بس هي أول ما بتخلف بتحب ابنها أكتر من جوزها ده 100,000 مرة. هيبقى ابنها ده جوزها ما يسويش حاجة عند ابنها. تمام. فابنها اللي هي بتحبه جدا أكتر من جوزها ده هي مدت إيدها عليه. فالراجل يوم لما يعمل كده، وبعدين بص أنا مش هقعد أدخل معاك في حوارات وأقول لك أصل والنبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم بالمسواك. مش عايزين ندخل في تفاصيل. تمام. الموضوع انت في خطر وانت مسؤول. انت في مسؤوليته، مش عيب. انت قبل ما تتجوزيه ما انت برضو كنت في قوامة تانية بتاعت ابوكي، كنت في عهدة ابوكي، كنت في مسؤولية ابوكي. انت ده مش معناه انك كائن ضعيف. انت ده ده حتى عند كل المخلوقات. يعني مش بشبهك بحاجة، بس كل مخلوقات ربنا من الحيوان والطير وكده عندهم نفس الغريزة. يعني الذكر هو المسؤول. يمكن عند الأسود بس هي يعني مرات الأسد هي اللي بتطلع تصطاد، يعني هي مش مريحة مراسة الأسد دي. تمام. إنما في الطبيعي إن الراجل هو المسؤول. تمام. أنت يوم لما لو أنتوا في بلد فيها حرب، تمام، ومفيش أكل في البيت، فالراجل دلوقتي المفروض يتحرك، يطلع يتصرف، يجيب أكل لأهل البيت. كويس. في خطر في نزوله، ممكن ينزل وما يرجعش. مين ياخد القرار ساعتها؟ لازم حد عنده قوامة، حد كلمته في الآخر هي اللي بتمشي. هي دي القوامة، دي مسؤولية، مش فرض سيطرة وتروحي وما تجيش. وانت المفروض الصح والغلط معروف. هي الناس بس مختلفة. تعرف اللي بيعمل مشاكل عند الناس ايه؟ ان المعيار مختلف. تخيل واحد ماسك متر من اللي هو اللي بيتفرد ده، وواحد ماسك وزنة من اللي هي بتتحط على الميزان وبيحسبه. عمرهم ما هيبقوا على أرض مشتركة. وحد المقياس.
زي ما بتوحد الله كده وحد المقياس. المقياس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. بتشوف العمل ده تعرضه على رسول الله، تشوف هل لو رسول الله العمل ده شايفه حصل قدامه هل يقبله ولا يرفضه. هو ده المعيار. لو اتفقنا على المعيار ده كلنا هنرتاح. شوف أقول لك شيء، فارس الفرسان وشجيع الشجعان، رجل بألف رجل، رجل وقفته في صفوف جيش المسلمين كانت عزة وكرامة للإسلام، سيدنا علي بن أبي طالب. يكفيه إن هو واحد من آل البيت بنصلي عليه في كل صلاة، ابن عم رسول الله وأخوه في الدنيا والآخرة. شوف رجل بالقوة دي، رجل من أقوى الرجال على مر التاريخ، مش في تاريخ المسلمين بس، في تاريخ العالم كله. هو وسيدنا خالد بن الوليد كانوا من القادات الجيش، كانوا مرعبين، كانوا وقوفهم بس كده في صف من صفوف أي جيش كان له هيبة. واحد زي ده شوف في بيته بقى عامل ازاي. طبعا هو ده متزوج الزهراء رضي الله عنها، يعني مفيش هزار، دي لو اشتكيتك هتبقى مشكلة كبيرة. بس والله بغض النظر عن كده، يعني مش علشان هي الزهراء رضي الله عنها، بس شوف هو تعامله معاها كان عامل ازاي. هو كان بيغار عليها جدا، تمام، بيغير. الزهراء محدش شافها اصلا غير ابوها واخواتها وولادها وجوزها، فانت بتغير عليها تفتكر من مين؟ ما دي محدش شافها، تفتكر كان بيغير عليها من مين؟ فمرة قاعدين في البيت، فالزهراء رضي الله عنها كانت متعودة انها تستن بسنة والدها، ومتعودة انها تستخدم السواك، تمام، فبتستخدمه. فسيدنا علي من غيرته لما شاف عود السواك ما بين ثغري الزهراء رضي الله عنها غار، وكتب فيه شعر. السواك ده بيبقى معمول من عود خشب اسمه عود الأراك، تمام. فقال له أما خفت يا عود الأراك، ما فاز مني يا سواك،